ليه سهم العاصمة دلوقتي طالع؟ العاصمة الإدارية خلّيني أقول لك إن إحنا كمجتمع أو كشعب مصري، الطبقة المتوسطة أو الفئة المتوسطة في الشعب ده هي فيها الأغلبية، و والعاصمة ما زالت الticket price بتاعها أو سعر المنتج العقاري فيها لسه في استطاعة المواطن المتوسط، اللي دخله متوسط أو يقدر يشتري شقة ب2 و3 و4 مليون سواء أوضتين أو 3 أو whatever حجم الشقة. فطبعًا إحنا المدن الجديدة دلوقتي أو المدن اللي طُرحت ما قبل العاصمة زي التجمُّع، مستقبل، أكتوبر، زايد، سواء في الويست، دلوقتي أسعار الticket price بتاعتها بقت عالية جدًا، الشقة الأوضتين بقت ممكن تبدأ من 9.000.000 جنيه، وده مش في متناول الأغلبية في شعبنا المصري. فطبعًا دلوقتي أنت بتروح لمدينة لمّا أبُص لها بقى وأفكّر فيها صح، معيش ticket price بتاع التجمُّع اللي هو قريب يعتبر من كل حاجة، بس تعالَ نفكّر صح، العاصمة الإدارية مدينة اتخطّطت صح، ولأول مرّة حقيقي الحكومة تفكّر صح وتعمل العمار قبل العقار، العمار ده في وجود ما يُجذب بالإجبار، ما يُجذب بالإجبار، مصالح حكومية، فروع بنوك رئيسية، وزارات، هيئات، بورصة، مجلس شعب، كل حاجة موجودة أو كانت موجودة محطوطة في القاهرة بعشوائية اتحطّت في مكان واحد، مدينة إدارية، مدينة منطقة للتنزه والتسوق، الولايات التجارية لوحدها، المباني الإدارية لوحدها. الcompounds السكنية أو الاستثمارية بمعنى أصح لوحدها، الcompounds اللي تابعة للحكومة أو مبنية بمعرفة الحكومة لوحدها، كل حاجة متقسّمة صح، سفّلتوا الطرق وعملوا البنية التحتية وعملوا المرافق قبل أصلًا ما يحطّوا طوبة في العاصمة، فأنا لو بافكّر صح هي دي أصلًا المدينة القادمة اللي هتخلّي بتوع التجمُّع لازم يروحوا العاصمة، بتوع المستقبل لازم يروحوا العاصمة، ومش بعيد اللي في أكتوبر وزايد يبقى في يوم من الأيام مُجبر يروح العاصمة. فإيه اللي يخلّيني ما اشتريش في العاصمة، خصوصًا إن هي لسه سعرها reasonable وفي متناول الأغلبية، وحقيقي هي قيمة مقابل سعر.